في دقيقة واحدة بس هعرفك أهم استخدامات نانو بنانا برو وإزاي تستخدمه بشكل مجاني تماما، وخليني أشرح لك. السلام عليكم صديقي المصمم. من كام يوم جوجل اعلنت عن الاصدار الجديد من نانو بنانا واللي اسمه نانو بنانا برو، والاصدار ده حرفيا ذكي جدا وبيفكر في التاسك قبل ما ينفذه. يعني من الاخر كده بيقول لك احلم وانا نفذ. وطبعا من اهم مميزاته الخط العربي، وانا هنا مش بتكلم انه بيحافظ على الخط العربي على المنتجات مثلا، لا انا هنا بتكلم ان انت تقدر تولد كلمة او جملة بالستايل والشكل اللي انت محتاجه. وده بيخليه مش بس قادر يولد صور او تصميمات، لا ده بيخليه قادر يولد فيجوال كامل من الصورة للتكست اللي مكتوب عليها لستايل التكست، حتى زي التصميمات اللي انت شايفها قدامك دي. وطبعا ما كانش هينفع الابداع ده يكون موجود من غير ما كواليتي الصوره تكون عاليه جدا. دلوقتي تقدر باستخدام نانو بنانا برو تطلع صوره بجوده 4K، وبما اننا قلنا ان النموذج ذكي وبيطلع صور 4K، فاكيد تقدر تعمل بيه اب سكيل لاي صوره جودتها ضعيفه معاك وتوصل جودتها ل 4K. وطبعا مش محتاج اقول لك انه اكيد بيحافظ على الملامح، فاكيد تقدر تديله صورتك او صوره اي شخص ويطلع لك تصميمات احترافيه بنفس الشكل والتفاصيل بتاعه الشخص. وبمناسبه الذكاء بقى، انت دلوقتي تقدر تديله صوره وتقول له يحللها لك ويكتب لك كل التفاصيل بتاعه الصوره دي على الصوره نفسها. والجامد بقى في الموديل ده بما انه بقى بيفهم العربي، فانت دلوقتي تقدر تعمل معاه انفوجرافيك. انا بمجرد ما اديته بيانات قلت له طلع لي انفوجرافيك وحط لي صور توضيحيه، وهو ده الناتج النهائي. وتقدر تستخدم الموديلز دي مجانا بكل سهوله على موقع لوف ارت. بمجرد ما هتدخل على الموقع هتختار الموديل وبس كده، او من على موقع إليم ارينا اللي كنا شرحناه قبل كده هتدخل على الموقع وتختار ان انت عايز تولد صور وتختار الموديل من هنا. اما بقى لو انت مشترك في ادوبي فانت تقدر تستخدم الموديل ده من على الفوتوشوب بشكل مجاني، وهتلاقي لينكات المواقع دي في اول كومنت. ولو محتاج لينكات المواقع دي على طول اكتب لي كلمه لينك في رساله او في الكومنتس وهبعتها لك على طول. وبس كده صديقي المصمم، بكل سهوله وبساطه دلوقتي بقت تقدر تعمل تصميمات مميزه جدا، بس اهم حاجه الفكره. وفي النهايه صديقي المصمم ما تنساش انا احمد قبيل بقدم محتوى عن الاي اي ومجال الجرافيك ديزاين. مستنيك تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جايه، وسلام.